علاء الدالي من أفضل المهاجمين بسوريا إن لم يكن الأفضل. هذا رأيي. بتخالفني ما بتغمى، أنا ما بفهم. هذا مهاجم توب من المهاجمين السوريين. سبحان الله، بسوريا دايما في ظلم 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 ظلم، ما بتعرف كيف. بيجيبوا لك لاعب حقه نص فرنك بيرفع مناخيره للسما، مباراة بيجي مباراة ما بيجي، دايما متخاذل. طبعا بتعرفوا عن مين عم بحكي. وسبحان الله، لاعب تألق بكل مباراة بينزل بيتألق بيسجل. سبحان الله يا رب. طيب يا خوسيلانا، جبت كل هدول يعني وما قدرت تستغني. عفوا، هذا مباراة بك. عم بحكي عن هذا رقم 12 العنس. سبحانك يا الله. مباراة تايلاند اللي بنهائي كأس الملك اللي لعبناه بأكتوبر 2024 قبل سقوط الكر، شفتوا شو عمل؟ جاب أم العيد، خلى تايلاند يتحول علينا برازيل. وشوفوا مين جايبين رقم 21، المتهرب. قسما بالله ما كان هذا المدرب ما بجيبه. قسما بالله لو كنت في راستي أول ما استلمت المنصب بأكس على اسمه، يلا انقلع. ما بعرف ليش هيك يعني بتعطوا قيمة لهدول من لا قيمة له، خريطين ولا السومة ولا غيره. خلص قلع هذا، جيب هذا علاء الدالي. طبعا مو دفاعا عنه لأنه مصلحة شخصية، لا 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 لا، أنا مصلحة المنتخب فوق كل شي عندي. شفت مجتهد تعبان على نفسه منيح وشغال على نفسه منيح، دايما بيتألق بيسجل، ولاعب سريع خفيف مهاري. شفتوا شلون عمل على حارس باكستان؟ هذا اللاعب اللي بدنا اياه بكل مباراة. طبعا ما عم طبل له، بس هاي الحقيقة. بكل مباراة كل ما المنتخب بيكون بعازته بيجي بيلبي النداء. مو مثل هدولي خريبين ولا ضريطين ولا ما بعرف. ان شاء الله مثل ما سمعت انا انه الطواويس راح